السلام عليكم اخواتي وحبايبي اللي ما اعرفش ارد عليهم على تعليقات العجينه. الناس اللي بتكتب لي طريقه العجينه انا ما بعرفش ارد عليهم، فسامحوني يعني غصب عني، ببقى تعبان والله من الشغل. دي طريقه العجينه يا جماعه، دول 5 رغيف عيش مبلولين. خليكم معايا شوفوني انا بعجنهم ازاي، لان حتى لو كتبت لهم محدش هيعرف يعجنها لما تكون اتعجنت قدامه. خليك معايا يا عمار كده، امسك كده. دي طبعا العجينه ناشفه شويه، فهتضطر اديها سنه ميه. هات شويه ميه يا عمار. فانا بديها سنه ميه كده اطريها شويه اهي. دول 5 رغيف عيش. اللي متوفر حاليا تحت ايدي اللي هو العيش الآلي بتاع الفرن، هو عيش بلدي يكون افضل كمان. فبمسكها ادعكها كده لحد ما تنعم في ايدي. دي يا جماعه تنيت ندعك فيها كده لحد ما نعمت، بقت عجينه في ايدي اهي. باجي دلوقتي بديها، دي حاجه اسمها زبل ابو قردان او سبلة ابو قردان. 5 رغيفه دول بياخدوا قيمه 50 جرام بالظبط اهي. ده سبله مضروبه في كبه مطحونه. وممكن سبلة فراخ تشتغل، بس الافضل سبلة ابو قردان ديت، لان بتصطاد بيها يومين وثلاثه واربعه. اما سبلة الفراخ هي بتاعت يومها بس، لان ريحتها لا تطاق بعد كده. تنيني ادعك فيها تاني كده. طبعا يا جماعه انا عجنتي اهي. بس دي كده يعني في حاجات بتضاف لها تاني. طبعا بجيب حته خميره، حته عجينه قديمه اهي، اخلطها بيها لو انا طالع الصف في نفس اليوم. بديها يعني يعني نفس حجم حته العجينه اللي انا شغال بيها، يعني نفس حجم الحته اللي انا عاجنها بالظبط. بخلطهم ببعض كده. لو عايز عجينه ريحتها نفاذه قوي شويه مش لو مؤاخذه اللي هم بتوع الجبنه القديمه، الجبنه اللي هي حادقه. وفي حاجه تانية هضيفها بالنسبه اللي هي القمريه، اللي عايز يطلع يصطاد قرموط في القمره. بس اخلص اخدم العجينه دي اخلطها ببعضها وهضيف لكم الحاجه التانية بقى. طبعا انا خلصت عجينتي يا جماعه اهو. طبعا زي ما قلت لكم بالنسبه للقمريه ده لون، والله ما عليه ماده ولا عليه اي حاجه غير الميه. انا بجيب لون احمر دم غزال من عند العطار، بحطه على العجينه كده يلون العجينه عشان يكسر ضوء القمر مش اكتر. اهو. طبعا كده يا جماعه انا عملت خلص اهي. دي حاجه بقى الناس اللي كيفه اكل قراميط، دي ماده اسمها منفعه. طبعا اخواتنا الفلاحين كلهم عارفينها المنفعه دي للقرموط اللي هو النتي. الناس اللي كيفه اكل قراميط انا ما باكلوش على فكره، ولا نتي ولا تكوره. دي بتدي غطا كده على العجينه وبتقلبها، دي عشان القرموط ان ده يخش عليها مش اكتر. ودي والله هي طريقه العجينه انا بصطاد بيها، مش متغير فيها حاجه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.